لو انتي أم أو أب ولسه ابنك بيلعب روبلوكس يبقى الفيديو ده هيساعدك جدا. أكيد كلنا سمعنا عن خطورة اللعبة دي وقد إيه بتسبب ضرر نفسي وعقلي واجتماعي وسلوكي على أولادنا، لكن في الحقيقة أنا مش جاية أكلمكم عن خطورة اللعبة دي، أنا جاية أساعد كل أم وأب لسه ما خدوش الخطوة دي فوراً ياخدوا القرار وبشكل تربوي. مبدئياً كده لازم يكون في أول خطوة اتفاق بين الأم والأب على منع اللعبة دي من البيت نهائياً، وده طبعاً بعد ما نعرف خطورتها. يعني ما ينفعش تكون ماما واخدة القرار وبابا يقول يا ستي سيبيهم، يعني دي مجرد لعبة هيحصل إيه يعني؟ أو العكس، فنبقى احنا الاتنين على قلب رجل واحد. بعد كده نقعد مع الطفل ونشرح له بكل هدوء خطورة اللعبة دي وبلغة بسيطة تناسب سنه، وممكن نستعين ببعض الفيديوهات نفرجها له أو حتى نحكي له بعض القصص والحوادث اللي تسببت فيها اللعبة دي، وبالخطوة دي أبقى شرحت ووضحت بشكل كافي وبتفاهم. بعد كده يجي الاتفاق، هنتفق إننا فوراً دلوقتي هنمسح اللعبة من تليفوناتنا، هنمسحها مش هنوقف لعبها. طبعاً بقى الأطفال ردود أفعالهم مختلفة جداً وحسب درجة تعلقهم باللعبة، فيهم اللي هيعيط ويبدأ يستعطفني، بطبطب عليه واحضنه وتقبل مشاعره وطمنه إننا هنكون أحسن إن شاء الله، وإننا هنفكر مع بعض في بدايل ما تضرناش. ومنهم اللي هيتعصب ويرفض ويغضب، وبرضه هيخليني حافظ على هدوئي وتقبل مشاعره واحتويها. لكن للأسف احنا مضطرين برضو نمسحها علشان دوري كأم أو أب إني أحميك من أي خطر. ومنهم بقى اللي هيمسحها بكل سهولة، لكن بعد شوية هكتشف إنه نزلها تاني من ورايا. وهنا بقى يجي دور القرار، لأن كل اتفاق يعقبه قرار، وده بقى بنتفق عليه من البداية خالص، إنه في حالة عدم الالتزام بالاتفاق فوراً هنقفل الإنترنت من البيت كله. وطبعاً مش محتاجين نتكلم، لو التزمنا نشجعهم ونتكلم عن شجاعتهم ونكافئهم كمان. وفي تجربة لطيفة جداً طبقتها مع ابني وبتنفع جداً مع الطفل المستقل ده اللي عنده شخصية قوية وغالباً بيكون قيادي وسط أصحابه، إني أبدأ أتفق معاه يكون سفير للفكرة، وإن عنده مهمة كبيرة جداً إنه هيتكلم مع أصحابه أو قرايبه اللي لسه بيلعبوا اللعبة دي عن خطورة اللعبة ويقنعهم ياخدوا القرار زي ما هو خده. وده بالمناسبة بيزيد من اقتناعه بالفكرة وبيزود عنده ويعزز المسؤولية. وأخيراً مهم جداً نساعده إنه يشغل وقته بأنشطة مفيدة تنمي مهاراته، وإنه يختار بدائل آمنة تبعد عنه أي ضرر إن شاء الله. وإنتوا كمان كل أم وأب بيسمعني خليك سفير للفكرة واعملوا شير علشان كل الأمهات والآباء يستفيدوا.